بُصّي بقى، كنت زيِّك لمّا آجي أعملها وتطلع منّي أشكال فضائية، لأ ومش بس، ولو ضبطت معايا إن هي ما تبقاش أشكال فضائية، تحسّي إن هي ناشفة جدًا وبتقرمش كده، تحسّي إن أنتِ بتاكلي بقسماط، وبتموّع وبتنزّل زيت وحاجة خالص. النهارده بقى هنعملها بكل سهولة وبساطة وبمقادير مضبوطة جدًا على الشعرة وبطريقة سهلة وبسيطة، بس في الأول ما تنسيش اللايك والشير والكومنت الحلو منِّك، ولو لسه ما دوستيش على السبسكرايب فيالّا دوسي على السبسكرايب وتعالي بقى نشوف وصفتنا النهارده هنعملها إزاي، وإزاي هاخلّيكِ أستاذة فيها. نُص كوباية من المَيّة الفاترة، لإن أنا هاحط فيها خميرة فما تبقاش لا سخنة أوي ولا ساقعة أوي. نُص كوباية مَيّة فاترة، هانزل عليها بمعلقتين كبار من السكر، ومعلقة كبيرة بس ممسوحة خالص من الخميرة، يعني ما تمليليش المعلقة على آخرها وتخلّيها لي هرمية، لأ يا دوبك كده معلقة ممسوحة خالص من الخميرة، وهنقلّب كل ده مع بعض كويس أوي. هنحاول نخلط السكر مع الخميرة كده وندوبهم على قد ما نقدر، وهنسيب بقى الكوباية دي على جنب كده لحد ما نحضّر المكونات الجافة بتاعتنا، وبعد كده هنرجع لها تاني تكون الخميرة نشطت معايا. معايا هنا كوبايتين من الدقيق، كوبايتين أي نوع دقيق حتى لو دقيق هاتيه واستخدميه. هننزل عليه معلقة كبيرة من الكاستر، والكاستر ده بيدّي لقمة القاضي أو الزلابية لون حلو أوي، وهانزل بمعلقتين كبار بس مش هرميين من النشا. طيب أنا ما عنديش كاستر، انزلي بال3 خلّي ال3 كلّهم نشا، تمام كده. عندِك معلقة كاستر ومعلقتين نشا. وهننزل بمعلقة كبيرة من السكر من اللبن البودر، وده برضه بيخلّي لونها حلو، مش موجود عندِك خلاص مش مشكلة. ونُص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وما تكتريش في البيكنج باودر عشان كتر البيكنج باودر ده هو ده اللي بيخلّيها تشرب منِّك زيت. تمام كده. كوبايتين دقيق، حطينا عليهم معلقة كبيرة كاستر، معلقتين كبار نشا، معلقة من اللبن البودر، وقلّبنا كل المواد الجافة دي مع بعض كويس أوي زي ما أنتِ شايفة كده. تعالي بقى نجيب إيه، لأ لسه، هنجيب الخميرة بتاعتنا. بُصّي كانت خمرت أهي خلاص تمام. هننزل بقى على المواد الجافة بتاعتنا دي بالخميرة والمَيّة اللي إحنا عاملينها، وجِبت بنفس الكوباية اللي أنا كنت حاطة فيها المَيّة والخميرة، مليتها بقى كده كوباية فاترة برضه اللي أنتِ لو فيها عادي بإيدِك تستحمليها، بالتدريج بقى بالمَيّة واحدة، واحدة. القوام بتاعي مش عايزاه سايل، مش عايزة القوام بتاعي عايزاه تقيل جدًا، عايزاه قوام وسط كده مايل للتقيل، يعني مش مايل للتقيل، يعني هتشوفي بس لا هو ماسك في نفسه عجينة ولا هو سايل. بارفع المضرب العجينة فاهمة قصدي؟ القوام يبقى وسط. أهو بُصّي القوام ده هنخففه سِنّة كمان، كده تمام أوي. اوعي العجينة تبقى منِّك، منِّك وهتطلع معاكِ هنا ما باحطش في العجينة بتاعتي زيت، لو حطيتِ زيت في العجينة هتشرب منِّك مَيّة، اوعي تحطي في عجينة لقمتي أو الزلابية تشرب منِّك زيت، هتشرب زيت لو حطيتِ زيت، فما بنحطش زيت نهائي في العجينة بتاعة الخبز. هتنجح معانا إزاي بقى؟ قوام العجينة وإن أنتِ تفضلي تضربي كويس أوي. أنا بصراحة سِبت المضرب واشتغلت بإيديّا، مش أقل من ربع ساعة بإيدِك. بُصّي بقى العرق عمل إزاي، هو القوام اللي أنا عايزاه والسُمك العجينة اللي أنا بُصّي عايزة المَطّة دي، عايزة تضربي فيها كويس أوي 10 دقايق ربع ساعة بإيدِك. أنا سِبت المضرب واشتغلت بإيدي، بس ما رضيتش أصوّر عشان يعني ما حدّش يقول لي إيدِك أنا باحب أشتغل بإيدي. خلّصت سِبتها تخمر، بعد ما خمرت بقى نُص ساعة، ساعة على حسب الجو بقى عندِك، وطبعًا الدنيا دلوقتي ساقعة فهتاخد أطول شوية. بعد بقى ما خمرت هاطلّع التخمير ده خالص، اشتغلتِ بيها وفيها جزء تخمير هتلاقيها من جوّه مش مضبوطة خالص وهتنشف منِّك، فلازم تطلّعي التخمير بتاعها خالص. هاتي بقى كيس بتاع اللي هي بتاع الكريمة اللي هو استخدام المَرّة الواحدة، حطّيه في كوباية كده. بُصّي ركّزي في قوام العجينة، والعجينة يعني بُصّي سُمكها عامل إزاي، وبُصّي المَطّة اللي في العجينة، المَطّة دي بتيجي من في العجينة بإيدِك أو بالمضرب لو أنتِ حابة تشتغلي باليدوي، اوعي تشتغلي بالمضرب هيتحرق. خلاص هنحط بقى الكمية كده على قد في الكيس ده، وبُصّي بقى اتحرّكي كده عشان لو في خميرة والّا أي تخمير أو حاجة العجينة كده منها أي هوا. هنخش بقى في مرحلة
زيت سخن دوبك دافي يعني مقدوح، مش اللي هو يبقى هو بارد. أنا فهمتيني. انزل بقى بُصّي، تنزل من الكيس إزاي العجينة باتحكم فيها، لكن لو جه لِك الكيس لقيتِ العجينة بتجري وأنتِ مش ملاحقة عليها، فكده العجينة بتاعتِك خفيفة ومحتاجة إن أنتِ تزوّدي لها دقيق، تسيبيها شوية تاني ترتاح وبعد كده تشتغلي فيها. بُصّي بقى العجينة الناجحة بتنزل معاكِ، بُصّي شكلها دلوقتي نازل إزاي، بس بعد كده هتتكوّر وهتاخد كورة زي ما هتشوفي دلوقتي، بس أهم حاجة القوام بتاعي الكيس بالشكل ده، ما يجريش بسرعة منِّك ولا إن هو يبقى جامد أوي مش عارفة تنزّليه، يبقى قوام العجينة بالسمك ده، تفضلي بقى تقلّبي فيها كويس أوي. بُصّي إزاي العجينة الناجحة أو الزيت بتتكوّر زي ما أنتِ شايفة كده، هافضل أقلّب فيها ما تسيبهاش على درجة حرارة متوسطة، والزيت زي ما أقول لِك لا هو بارد ولا هو مقدوح، لحد ما تاخد اللون الفاتح ده هنقليها على مرتين. أول ما تاخد اللون الفاتح اللي أنتِ شايفاه ده باطلّعها على مصفى، وما تحطّهاش فوق بعضها، عشان هي هشة في المرحلة دي، هي لسه ما خدتش نهائي وما خدتش السِوَى المضبوط بتاعها، هي نُص سِوَى، فما تحطّهاش فوق بعضها، تسيبيها على مصفى، ولمّا تيجي تطلّعي اللي جنبها يعني حبّة تانية تطلّعي مثلًا قالية تانية حطّيها جنبها وهكذا لحد ما تخلّصي الكمية كلّها. بنقليها على مرحلتين، هي المحلات بتعمل كده، بتقلي على مرحلتين، بتاخد لون بسيط في الأول وبعد كده بتنزل عليها تاني بالزيت تاخد بقية اللون بتاعها. نزلت بشوية كمان، وأهم حاجة بقى بُصّي هي أول ما بتنزل الزيت هي خلاص أخدت شكل الكورة المدوّرة، ده دليل إن العجينة مضبوطة معايا. هافضل بقى أقلّب فيها كده لحد ما تاخد اللون الفاتح اللي إحنا شُفناه في المقطع اللي قبل ده، وأول ما تاخد اللون الفاتح باطلّعها برضه على مصفى، وبأهم حاجة زي ما قُلت لِك ما تحطّهمش كلّهم فوق بعضهم عشان هي هنا هشة جدًا. تعالي بقى نشوف الكمية بعد ما عملناها. أنا كل ما المصفى كانت خلاص وآجي أطلّع دُفعة تانية باصفّي المصفى في الطبق ده، بُصّي الطبق فيه زيت، المصفى ما فيهاش زيت، مش شاربة زيت نهائي، زي الفل، مش شاربة زيت. الزيت من الزيت اللي بنحطه في العجينة يخلّيها تشرب زيت، كتر البيكنج باودر يخلّيها تشرب زيت، امشي على المقادير زي ما قُلت لِك كده هتطلع معاكِ مضبوطة. بُصّي ولا أشكال فضائية كلّهم واخدين شكل الكورة. تعالي بقى نقلي القلية التانية على زيت نفس الحكاية برضه، مش مقدوح ولا هو بارد، الزيت عندي وسط ودرجة حرارة وسط. ولو بعد القلية نسيت أقول لِك إن بعد القلية الأولى وبدأتِ تقلي في القلية التانية فالزيت بيكون سخن أوي، تقدري إن أنتِ تهدّي عليه سِنّة عشان لإن الزيت طبعًا بعد قلية والتانية طبعًا هيبقى ساخن جدًا، فهدّي عليه سِنّة بس درجة الحرارة، قللي درجة الحرارة سِنّة. هننزّلها القلية التانية هنا وإيدِك تفضل فيها شايفة لحد ما كلّها اللون ده متاخد من الكاستر من اللبن البودر، هُم اللي تلقطي عنه اللون الأصفر الجميل لمّا تيجي بس زي ما قُلت ما فيش خلّي هت وتحطي مكانه النشا، هتزوّدي نشا. هافضل بقى كده بُصّي هاطلّعها بقى على مصفى، ما بانزّلش شربات على طول يا جماعة، برضه حاجة تانية عليها طلّعيها على مصفى وبعد يعني وبعد كده تنزّليها لإن أنتِ فيها من الزيت على الشربات، الشربات معاكِ وهتبقى لسه برضه لو حتى مكان المقصوصة اللي أنتِ بتطلّعي فما بتبقاش لطيفة خالص وبتغُم عن نِفْسِك، لكن كده هي خلاص قلة الزيت لو فيها أي خلاص هو كده بانزّلها بقى في التقيل لازم الزلابية أو لقمة القاضي يبقى شربات تقيل، بانزّلها في التقيل وبافضل أقلّب فيها كده واسيبيها بقى كده شوية لحد ما تشرب الشربات معايا. تعالي بقى بس مش هنعملها كمان باحب السكر البودر كمان بالسكر هنا سِبتها شوية كده ما باحبهاش برضه إحنا عندنا مش بنحبها مسكّرة أوي، يا دوبك يعني سِبتها شوية صغيّرين أنتِ بقى براحتك، بتحبي الحاجة معسّلة أوي أو السكر عالي أوي سيبيها بقى حرامين كده لحد ما تشرب كمية محترمة. هاطلّعها كده باللي معايا أصفّي أي شربات فيها باصفّي خالص، أي شربات زيادة وأحط شايفاه الطبق ده على فكرة كان موجود عندي كنافة أو مش فاكرة، العين كمان
الحلواني، وممكن تحطي في طبق عادي خالص. ولو وصلتي للمقطع ده ولسه ما حطيتيش اللايك، انت مش حطيتيش اللايك ليه؟ طب ما دوستيش سبسكرايب ليه؟ ها دوسي يلا على السبسكرايب عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك. هنا بقى حطينا خلاص الشربات، وبعد كده هنجيب بقى الباقي. انا نزلت مثلا بتلات ارباع الكميه كده في الشربات، وهجيب بقى الحبه اللي باقيين عشان نرص عليهم سكر بودره. بصي بقى كلها، بصي ازاي كلها مظبوطه. بصي على المسطره، حطيت هنا شويه، وحطينا سكر عادي في طحنه سكر في البيت. وبعد كده هنزل بالسكر البودرة، احط شويه كمان، انزل عليهم بسكر تاني من السكر البودرة اهو كده، وننزل كمان بشويه سكر بودرة بس كده. هنا بقى كمان انا كنت محضره كمان معايا بلح الشام، واحنا عملنا بلح الشام مع بعض قبل كده، هتلاقوه عندي على القناه. وبعمل بلح الشام زي ما انتوا عارفين، او اللي متابعني يعني عارف ان بلح الشام اللي انا بعمله من غير بيض. ونزلت الوصفه دي قبل كده، هتلاقوها موجوده هنا على القناه على اليوتيوب. تقدروا ان انتوا ترجعوا للوصفه تاني. بنعمله، شايفه المنظر والجمال واللون التحفه اللي انتي شايفاه دي، ده ما استخدمناش فيه بيض تاني. فانا ما حبيتش ان انا انزل برضو الطريقه عشان الفيديو ما يبقاش طويل قوي. وكده كده احنا كنا عاملينه مع بعض قبل كده، وهيجي بقى علينا رمضان هنعمله بقى، بس هنعمله متدلع بقى بالنوتيلا والكريمه، وهنظبطه يعني ان شاء الله. ربنا كده يبلغنا ربنا واحنا بخير وصحه وسلامه، وكل سنه وانتم طيبين مقدما، ويا رب يعود علينا الايام بخير. هنطلع بقى بلح الشام بعد ما قلبته. برضو انا برضو بطلعته، صفيته شويه من الزيت اللي فيه بعد ما حمرته، وبعدين بنزله في الشربات وبسيبه شويه، وبعد كده برصه كده. طبق محترم جدا يعني. بصي بقى الطبق ده، حتى انتي لو رايحه زياره لحد واخدتي الطبق ده يعني تحفه. معاه بقى صينيه كنافه. هاي دي اجواء رمضان. انا عن نفسي الحلويات الشرقيه دي بالنسبه لي هي دي اجواء رمضان. فطبق أوي. ولو عندك مثلًا ناس جايين لِك والّا حاجة وحطيتِ قدامهم الطبق ده، فهو جميل أوي. وزي ما قُلت لِك كده تقدري تعملي جنبه بقى صينية كنافة والّا صينية بسبوسة كده، حاجة آخر جمال. تعالي بقى كده نشوف لقمة القاضي بتاعتنا، شكلها حلو أهو. طب تعالي بقى بُصي، كان نفسي أسمّعِك صوت القرمشة بتاعتها. بُصي بقى من جوّه، بُصي مفرّغة إزاي، من برّه مقرمشة، ومن جوّه حاجة كده هشة جدًا، جدًا، جدًا. يعني هاستناكِ تجربي الوصفة وترجعي تقولي لي إيه الأخبار معاكِ، وإن شاء الله تنجح.